السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله كالعادة عدة أخبار تهم لاعبي المنتخب الوطني المغربي، منها العرض الضخم الذي تقدم به الفريق السعودي، وكذلك جديد اللاعب حكيم زياش. فلهذا إخواني أخواتي فضلا وليس أمرا، أتمنى ألا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. الاتحاد السعودي يعرض 20 مليون دولار لضم لاعب سفيان رحيمي. يستهدف مسؤول نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر تدعيم تشكيلة العميد بالدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبحسب ما ذكره موقع سبورت 24 السعودي، فإن نادي الاتحاد رصد 20 مليون دولار من أجل حسم صفقة سفيان رحيمي من العين الإماراتي، بخلاف عقد اللاعب لمدة 3 سنوات. وأشار الموقع إلى أن نادي الاتحاد سيجد صعوبة في ضم سفيان الرحيمي بسبب تمسك العين الإماراتي ببقائه وبقية نجوم الفريق بسبب مشاركة الفريق الإماراتي في كأس العالم للأندية. وكان سفيان الرحيمي قاد العين الإماراتي إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه خلال الموسم الماضي بفضل المستوى الكبير الذي قدمه. ويذكر بأن التقارير الصحفية الإماراتية أفادت مؤخرا بأن نادي العين الإماراتي يسعى لتمديد عقد سفيان الرحيمي الذي ينتهي في يونيو 2025 من أجل الاستمرار بين صفوفه بعد المستوى الكبير والمميز الذي قدمه الموسم الماضي. يشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد الجديدة برئاسة لؤي ناظر تنوي تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية هذا الصيف، بعدما خرج العميد بدون أي لقب خلال الموسم الماضي واحتلاله المرتبة الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. عرض أمريكي وآخر سعودي لحكيم زياش. وغلطاسراي متمسك بخدمات الدولي المغربي، حيث كشفت تقارير إعلامية تركية أن الدولي المغربي حكيم زياش توصل بعرضين من ناديين في السعودية وآخر من الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تألقه مع نادي غلطاسراي خلال المباراة الأخيرة في الموسم المنصرم. وفقا لصحيفة صباح التركية، فإن وكيل أعمال حكيم زياش قد أبلغ إدارة نادي غلطاسراي بالعرضين المذكورين، لكنها لم تتحمس لمناقشة العرض بما أن اللاعب يدخل ضمن مشروع الفريق التركي للموسم المقبل. الصحيفة ذات أكدت بأن مدرب الفريق أوكان بوروك متشبث بخدمات حكيم زياش ويعتمد على وجوده ضمن تشكيلة الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة بعد المستوى الكبير الذي أنهى به الموسم الماضي. وكان نادي غلطاسراي قد فعل بشراء عقد حكيم زياش من تشيلسي بشكل تلقائي بعدما تأكد عدم معاناته من أي إصابة في ركبته اليسرى، وبعد مشاركته في العدد الأدنى من المباريات التي حددها نادي غلطاسراي. وشارك زياش في 23 مباراة خلالها الموسم الماضي، سجل 8 أهداف وساهم في 6 تمريرات حاسمة. السلامي يوجه رسالة حماسية للنشامة. وجه الإطار المغربي جمال السلامي رسالة قوية ومحفزة لجماهير المنتخب الأردني لكرة القدم، وذلك عقب تعيينه رسميا مدرب للمنتخب خلفا للمواطن الحسين عموتة. نشر السلامي رسالته عبر حسابه الرسمي في مواقع انستغرام قائلا: تجربة جديدة وتحدي كبير مع منتخب عظيم، أنا متحمس جدا لبدء العمل وتحقيق النتائج المرجوة، أحتاج إلى ثقتكم ودعمكم. ويستعد جمال السلامي لقيادة منتخب النشامة في عدة تحقيقات هامة أبرزها الدور الحاسم للتصفية الآسيوية المؤهلة لنهائي كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، إضافة إلى التحضير لكأس آسيا 2027 التي من المقرر أن تقام في السعودية. وتعكس كلمات السلامي حماسه وطموحه في قيادة المنتخب الأردني نحو تحقيق إنجازات جديدة على الصعيد القاري والعالمي. الرجاء الرياضي يوجه نصائح خاصة لجماهيره، حيث نادى الرجاء الرياضي جماهيره على ضرورة امتلاك تذكرة المباراة نصف نهائي كأس العرش التي ستجمع النسور بفريق مولود جوجدة على ملعب أدرار بأكادير. ودعت إدارة فريق الأخضر عبر بالغ مشارك عبر صفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير إلى احترام سكان مدينة أكادير. وشدد الرجاء على التقيد بتعليمات السلطات المختصة حتى تمر المباراة في أجواء حبية ومناخ رياضي خالص. وختم الرجاء: نود أيضا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لكافة المسؤولين في مدينة أكادير على تفانيهم في دعم كرة القدم الوطنية. كشف موقع أفريكان فوت يونايتد أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تتجه نحو تفعيل البند شراء عقد الدولي المغرب سفيان أمرابط مع نادي الفيولا الإيطالي. أوضح ذات الموقع أن المدرب الهولندي تين هاغ لعب دورا كبيرا في دفع إدارة المان يونايتد للبقاء على سفيان ضمن الفريق. وتبعدت الموقع أن عقد الارتباط بين الفريق الإنجليزي وأمرابط سيمتد ل4 سنوات قادمة مع إضافة عام آخر ليصبح 5 سنوات. وكان سفيان قد لعب الموسم المنتهي لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة قادما من فيورنتينا الإيطالي مع أحقية شراء
وختم الدوري المغربي موسمه بأحلى ختام عندما ساهم في فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب الغريم السيتي ب2-1. بدأ الدوري المغربي إسماعيل السباري لاعب ايندوفن الهولندي يحظى باهتمام بعض الأندية الإسبانية والإيطالية. وقالت مصادر إعلامية أن نادي أتلانتا والفيولا أبديا رغبتهم في انتداب اللاعب المنتخب الوطني المغربي خلال الموسم القادم، وينافس نادي الإيطاليين على اللاعب المغربي نادي فياريال الإسباني الذي يلعب له مواطنه إلياس أخوماش. وكان نادي نيوكاسل الإنجليزي قد أبدى بدوره اهتمام بإسماعيل السباري، إلا أنه صرف النظر عنه نظرا للإصابة التي تعرض لها اللاعب المغربي وغيبته لفترة عن المنتخب الوطني المغربي وعن ايندهوفن.